في ظل اللي بيحصل دلوقتي في مصر والتضخمات، وفي ظل برضو التطورات اللي بتحصل في مصر اللي انا شايفها برضو كبيره جدا، انت شايف انه انا النهارده كطالب لسه ببدا حياتي، هل ادور على عقد عمل بره في دول الخليج زي ما كان بيحصل، هذا ما وجدنا عليه ابائنا واجدادنا، ولا اقعد في مصر ودبل الافورت بتاعي واخد نفس الفلوس اللي انا اخدها بره بس افضل مع اهلي؟ سؤال يعني بيدور في بال كل الناس دلوقتي، بس ملوش اجابه واحده. الموضوع بيختلف على حسب كل واحد. انا شخصيا ممكن بفكر دلوقتي في السفر، في حد تاني مش هينفع معاه السفر على حسب التزاماتك، اهلك، انت امكانياتك هتكون عامله ازاي. مفيش اجابه واحده، ومفيش حد متاكد او متيقن ان الحاجه اللي هو عملها دي هي الصح. يعني في حد بيخلص دراسه يعمل ماجستير وبعدين دكتوراه ويكمل سلك اكاديمي، في حد يروح يدرس في الاي تي اي، في حد يسافر بره، في حد يشتغل في شركه ابوه، في حد. كل الناس دي محدش متاكد ان اللي هو بيعمله ده صح، وكل واحد فيهم بيبص على التاني ويقول طب كان المفروض اتجوز ولا اجل، طب اخلف على طول ولا اجل، اعمل ماجستير. مفيش حد متاكد، واحنا كلنا يعني بنعافر وبندعي ان نسال الله التسهيل يعني. مفيش اجابه نموذجيه الحقيقه في الموضوع ده بالنسبه لي. هو يعني انا وجهة نظري انا كشريف، انا شايف انه لا، انت النهارده لو انت ما عندكش عيله، يعني انت خفيف لسه فريش جراد والحياه لسه قدامك وعندك من العمر وعندك الوقت اللي انت كنت لسه بتقوله انه ده وقت ببلاش تقدر تجرب فيه زي ما انت عايز. انا رايي ان انت لو عندك فرصه انك تروح تشتغل بره، اطلع اشتغل بره. لو انت النهارده عندك اسره وعندك بيت وعندك عيال مسؤولين منك ومطالب انك لازم توفر لهم احتياجاتهم، واحتياجات الاسره من ضمنها إن المشاعر والعواطف، وانك تبقى موجود وتسابورت الاسره بتاعتك ديت بشكل كبير جدا، وتديها وقتك ومجهودك وتنفست في ده، لا اوعى تسافر بره. بالظبط. لانه انت لما هتسافر بره انت هتبقى مقطوع للشغل، ودايما حط في بالك انه الشركه طول ما هي شايفاك انك مقطوع للشغل هتفضل مقطوع للشركه على طول. فانت هتلاقي نفسك بتشتغل دبل ايفورت باي ديفولت، لان انت بقيت شغال هناك موظف ووظيفتك انك تشتغل. لكن انت هنا لو قدرت توفر دبل الايفورت اللي انت كنت بتعمله هناك، انت هتكسب نفس الفلوس. على فكره بالمناسبه دي حاجه حقيقيه، وفي نفس الوقت هتبقى قاعد مع اسرتك. مش هتقعد الوقت الكبير اللي انت المفروض اهلنا او اجدادنا كانوا بيقعدوا معانا، ولكن في الاخر فاينلي انت لو تعبت هتلاقي مراتك جنبك، هتلاقي والدك جنبك، هتلاقي والدتك جنبك. لو حد من افراد اسرتك تعب هتقدر تروح تسبورت معاهم وتلاقي ان الدنيا ماشيه كده. فده وجهه نظري، مش عارف. انا متفق مع ده، وحابب اضيف عليه يعني فكره اصلا ان انا اسافر بره وتبقى مراتي هنا، انا مش قابل ده. حلو جدا. يعني انا لو بدور على فرص دلوقتي، لو جالي اكتر من فرصه بالفعل، بس ما كانش هينفع ان انا اخد بس معايا، فلا شكرا، انا يا اما هنسافر مع بعض يا اما مش هنسافر. فده مش برشح ان اي حد يكون سافر وسايب مراته وعياله هنا. دي نقطه. النقطه الثانيه في مفهوم، يعني ده اللي بشجعه اكتر بقى، هو الانفصال ما بين مكان الشغل ومكان المعيشه. حلو قوي. دي بنسميها الدي كابلنج، ان انت تفصل ما بين الاثنين. ان انا اعرف ناس دلوقتي شغال مع شركات بره مصر، شركه امريكيه، هو بيقبض بالدولار، بيتحول له بالدولار، فاتح حساب دولاري هنا في اي بنك وبيقبض بالدولار. الدولار امبارح ب 18 بكره ب 30، هو كده كده كان امبارح بيقبض مثلا 1000 دولار، يعني 18000 بقى بيقبض 30000. المعيشه حتى لو تكلفه المعيشه زادت فهو بيقبض بالدولار، فاحسن من انه يكون اصلا موجود في امريكا. موجود هناك صحيح. هو دلوقتي في مكان شغل بياخد مرتب كبير، بس في مكان معيشه بيصرف معيشه رخيصه ارخص من انه يكون هنا.